يحدث كل يوم. بابا يا بابا يا بابا يا بابا. اولا لا اولا لا اولا لا اولا لا. اللي يوزع. حاتم الطرابلسي، مساء الخير حاتم، اهلا بك معنا. نجم الكره المصريه كابتن محمد ابو تريكه، مساء الخير. اهلا بك ابو حميد. أهلا اهلا بك بكابتن حاتم. مرحبا بكم طبعا كابتن حاتم وكابتن ابو تريكه. قبل الخوض في تفاصيل هذه المباراه مشاهدينا، لابد ان نتحدث عن نقطه مهمه وناخذ راي محللنا فيها، وهو الاداء حتى الان للمنتخبات العربيه. هل هو مقنع ام غير مقنع؟ نبدا بابو تريكه. السؤال المهم، لماذا هذا الاداء، هقول بصراحه الاداء الباهت للمنتخبات العربيه في الجولتين الاولى والثانيه، باستثناء فقط المنتخب المغربي؟ وعاوز استثني موريتانيا، لان موريتانيا مش مطالبه بحاجه. نيجي بقى على تونس، نيجي على الجزائر، نيجي على مصر. دول يعتبر ثلاث منتخبات اللي اصحاب تاريخ، امل كبير. تحس ان هم بيلعبوا اول مره في البطوله. ايه فين الخبرات؟ فين الاستعداد؟ فين الجاهزيه؟ فين الشخصيه؟ احنا عاوزين منكم الماتشات الجايه تبقى افضل. طب هو نعم تقصير من اللاعبين ام في اسباب اخرى؟ بص، هي الاجواء طبعا، انا 100 مره هقولها. الاجواء صعبه، الرطوبه عاليه، درجه الحراره عاليه، الظروف صعبه. انما الخبرات فين؟ الشخصيه فين؟ هل من المعقول ان احنا نوصل ان دلوقتي يبقى متصدر مجموعتنا مجموعه مصر الراس الاخضر؟ ايه ده؟ ناميبيا تكسب تونس؟ ايه ده؟ اليوم الجزائر تتعادل مع انجولا وتتعادل مع بوركينا وتستنى المباراه الثالثه ليه؟ فين شخصياتكم؟ فين الخبرات الموجوده؟ فين تراكم الخبرات؟ فنتمنى البدايه دي تتحول، ايوه، ويبقى في تحسن، وتستخدموا مهاراتكم وتبقى في شخصيه موجوده، والادوار الجايه ان شاء الله نشوف شخصيه ثانيه مختلفه عن الامور اللي احنا شفناها. عيب قوي، عيب قوي ان المنتخبات العربيه بألقابها الكبيرة وبخبراتها توصل للمباراة الأخيرة وتعمل حسابات. هنجيب إيه؟ هنجيب آلة حاسبة عشان نحسب؟ بعد ما نوصل للمباراة الثالثة، نقول هنلاعب مين؟ هنا أبدأ بتونس. تونس بقى أنا كنت عليها أمال قبل البطولة. تونس في كأس العالم كسبت فرنسا، كسب بطل كأس العالم. هل من المعقول أول مباراة يخسر من ناميبيا؟ هل من المعقول معاه جنوب أفريقيا؟ هتقول لي جنوب أفريقيا ده سان داونز. هل منتخب تونس يخسر من سان داونز؟ هل منتخب تونس يخسر من ناميبيا اول مباراه؟ مباراه مالي هي المباراه اللي كانت على الورق اصعب مباراه. فعاوزين وجه مختلف للمنتخب التونسي. اللي انا اعرفه على المنتخب التونسي، اللي الناس بتخاف منه، اللي الناس ما بتحبش تلعبه. فين الرذاله اللي موجوده؟ فين الخبث الموجود؟ فين الشراسه الموجود؟ فين الروح الموجود؟ عاوزين الكلام ده يبقى موجود. زي ماتش نيجيريا البطوله اللي فاتت، هل كل ما انتوا تتحطوا تحت الضغوط ويبقى المنافس قوي توصلوا لدرجه القوه المناسبه ليه، ولما كان المنافس سهل تستسهلوا؟ صعبت عليكم المأموريه. ورونا بقى. طيب حاتم، رايك في هذا الكلام او الاداء